السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الأفاضل والكرام والسلطات الأمنية والشعب الجزائري الحر الأصيل في هذه الحلقة المتجددة من المحاربة، والتي سوف نتكلم فيها كالعادة عن أبناء البار وأبناء الكباريات وأبناء الدعارة وأبناء المنتنات وأبناء الديكيات اللي راهم يرهجوننا في ولادنا وفي بناتنا بالكيف والكوكايين والكاشيات. الأول عندنا هذا الموبقة من الموبقات السبع. ها هم لكم تشوفوا فيها هكذا ويبان. هذا الفقس الموبقة من الموبقات يسكن في لا سيتي بوليس زيرالدا. لا سيتي بوليس تحت البلاطو. لا سيتي بوليس جايه بين البلاطو والقريه سيدي منيف، هي معروفه. اسمه رحيم، وراه اسمه رحيم المدعو الشيطانه، يسكن في لا سيتي بوليس سيدي منيف. راه يبيع الكوكايين ثم في لا سيتي بوليس، هاي معروفه لا سيتي بوليس فوق لي بنغالو ديرونجا كاع الناس. عندنا صاحبه يقولوا له مهدي اللاتشا، كذلك يسكن في لا سيتي بوليس كيف يبيع الزطله والصاروخ. هاو اللاتشا صاحبه المهدي المدعو اللاتشا. هكا تصويرتو تجي باينه، قمض العينين هذا فار الزرع والعياذ بالله. السلطات الامنيه لا سيتي بوليس مخروبه. على بالي بلي ما على بالكمش، راهي دوكا يولي على بالكم. احمد الأعمى هاو على بالك، قاع دوكاك على بالكم صح. عندنا هذا الزوج، من بعد عندنا هذا الياس كان يسكن في الميل لوجمون. هذا الياس قريه تاع زيرالدا، هذا راه ينصب على الناس، يقول لهم نبيع لكم الأورو ويجيب الناس ويخبطهم. آخر شخص عنده واحد اليومين خبطوا فيه 300 مليون وراح شكا به لرجال الشرطة. خبطوا وراح شكا به، قال لهم جاي يشري لي الكاشيات. شو الخدايم اللي يخدموهم النصابين هذا اسمه الياس. الرقم الهاتف تاعو 0555 64 لا 46. شوف 05 56 46 01 82. راهو نصاب، هاو شحال من واحد خابطو مام يشرك بالله يمارس الشعوذه. هذا الياس تاع الميل لوجمون دوكا وراو ساكن، وراو يتهم في لابريغات تاع شعيبه والكوميساريه تاع القريه باللي راهم كومبليس معاه، وراو كاري في الميل 900 لا ديال شعيبه. هذا الياس هاو يتهم رجال الشرطه تاع شعيبه ورجال الشرطه تاع القريه باللي مكومبليس معاه. والسيد الشكا وزعما لابوليس حاوزوه هو ويهضر، هو راه يهضر في الهضره هذه. سيد درت له قالب الياس، تعطيلو دراهمو كيما تحب، ما تعطيلوش دراهمو احسب باللي راني راح نتسلط عليك الياس. الميل لوجمون نقعدو اسلام كعوانه. هاهو راه يبيع في الكيف وفي السيبي تاكس في الميل لوجمون. هاهو عندنا ثقه فيكم السلطات الامنيه. نلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.